مبابي يبلغ زميلي بنية الرحيل إلى ريال مدريد. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما رأيك بالتصرف الذي يقوم به مبابي مع ريال مدريد؟ شاركونا بالتعليقات. اعترف جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الأسبق خيسي رودريغيز بأن زميله السابق كيليان مبابي قد أخبره بنيته في الانتقال إلى ريال مدريد. كانت التقارير الإخبارية مع بداية العام الجاري تشير إلى أن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده في 30 من يونيو، ولكن في شهر مايو وقبل انتهاء الموسم الماضي جدد اللاعب عقده لمدة 3 سنوات مع باريس سان جيرمان حتى يونيو لعام 2025. صدم مبابي مسؤولي ريال مدريد رغم الاتفاق على كافة بنود عقده في قلعة سانتياغو برنابيو. وخرجت شائعات عن تدخل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ونجح في إقناع اللاعب بالبقاء في فرنسا وباريس سان جيرمان بدلا من تحقيق حلمه. وتحدث خيسي عن ما قاله مبابي في فترته السابقة، وذلك في حوار مع صحيفة ياس الإسبانية. لقد أخبرني مبابي مع اللاعبين الذين يتحدثون الإسبانية بأنه في طريقه إلى ريال مدريد. وتابع: أعتقد أن رئيس فرنسا لا يمكنه إجباري على اتخاذ قرار ما، وأن يقول له لا تذهب إلى ريال مدريد وعليك البقاء. وتم تصريحاته: من وجهة نظري أعتقد أن مبابي فكر بطريقة عاطفية أكثر بعيدا عن أي احترافية حتى اتخذ قراره. وكشف صحيفة ريليفو أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ما زال يأمل في التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، رغم الصدمة التي أحدثها اللاعب سابقا بتجديد عقده مع ناديه الفرنسي في الوقت الذي كان فيه على اعتاب الانتقال للنادي الملكي. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم أن الباب ليس مغلقا أمام مبابي في ريال مدريد، بل إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد التوقيع معه في يوم من الأيام. وأضاف التقرير: بيريز لم يغلق الباب أبدا أمام التوقيع مع اللاعب، وما زال يطمح من أجل رؤية مبابي بقميص ريال مدريد مستقبلا. وكان مبابي رفض الانتقال إلى ريال مدريد في صيف عام 2022 بصفقة انتقال حر، وجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025 بعدما كان على أبواب سانتياغو برنابيو. وأشارت ليكيب إلى أن باريس سان جيرمان لا يحق له تفعيل بند تمديد لموسم ثالث من دون الحصول على موافقة اللاعب الفرنسي. كما أوضحت الصحيفة أن ريال مدريد قد يعود إلى الصورة في سباق التعاقد مع مبابي في صيف العام المقبل، لأن باريس سيكون مهددا بخسارته مجانا في عام 2024. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.